بسم الله. احنا الآن نبي نفحص المياه اللي معتادين عليها من الجمعيات والبقالات. عندنا أبراج، عندنا أكوابينا، عندنا اي بي سي، عندنا أروع. عندنا طبعا الفاحص، ميزة هذا الفاحص يبين إذا الماء قلوي أو حمضي. إذا كان ماء حمضي يعطي اللون درجات الأخضر ثم الأصفر ثم الأدنى، وإذا كان الماء قلوي يعطي درجة الازرقاق فما على الغامج إلى أن الماء الحمضي عيبه أن البي اتش أنزل من البي اتش قلوية الجسم من داخل، فلذلك لما يكون حمضي كأننا احنا نشرب سم بس على مدى سنوات بالتدريج بجرعات جدا خفيفة، ولذلك يؤدي إلى الشوارد الحرة أو الشقق الحرة داخل الجسم، وهي اللي تسبب الأمراض. الآن راح نبلش نفحص، وإذا كان قلوي هو يقضي على الشوارد الحرة، وبالتالي الجسم بعد الله سبحانه وتعالى يستعيد وظائفه. الآن راح نجرب نفحص الماء. إذا سمحت أخ ميرزا، إذا سمحت ميرزا. هذا برج، وهذا أكوافينا ابو قنبر، الله يعطيك العافيه ابو قنبر. وهذا اي بي سي. ايوه. وهذا اروى. هذا اروى. وهذا ودنا الماء القلوي. الماء القلوي هذا الجهاز هذا يحول ماء قلوي. طبعا هذا اللي هو القلب داخل الجهاز هذا في ثمان قطع من الداخل تحول الى الماء قلوي. فاذا كان الماء قلوي صحي للجسم يعطي 9.2. اوكي، يعني معناته فوق الهيدروجيني البي اتش اعلى، فقلوي يفيد الجسم. الان بنجرب احنا الان ابراج نشوف هل هو قلوي او حمضي نفس ما حطينا الماء الحين. شوفهم. يلا تفضل يا ميرزا. الان بقنبر الماء هذا كوافينا. والله الالوان كلها حمضيه اسيديه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. الالوان كلها. شنو هذا اخر واحد؟ اروى. هذا اروى. انا صدفه اليوم هذا قلوي. هذا قلوي. شوفوا يا جماعه. شوف الفرق. شوف الفرق. هذا الماء اللي يطلع على الجهاز. الالوان هذه الحمضيه معناته الواحد يشرب ماء غير صالح للاستخدام الادمي، وعلى المدى البعيد يعمل سكر، ضغط، كوليسترول، يعمل تليف للكبد، يسوي اعوذ بالله يؤدي الى السرطان. هاي ابراج، هذه كوافينا، اي بي سي، اروى. هذا الماء القلوي الصحي. وميزات الماء القلوي الصحي انه سبحان الله يقضي على الشوارد الحره، وبالتالي يحسن من اداء كل خليه في الجسم، وهو غني بالاكسجين. يعني الاكسجين فيه عشرات اضعاف اللي في الماء العادي. اللي عنده حمض يوريك يزيله بسرعه من الجسم، اللي عنده سكر يخفض السكر، املاح زايده طبعا يزيلها. قلنا نقرص، اللي هو الداء النقرس. عرفت شلون؟ الماء القلوي لو بتكلم عن فوائده ما تحصى، بس هذا باختصار حبينا نبين شنو الماء اللي يسمونه ماء الصحه. طبعا هذا الماء ما هو الصحه، المفروض ما ادري يعني هذا ماء جدا ضار. هذا الماء اللي ننصح فيه اللي هو الماء